بحلقتنا الأولى لعام 2025 بتمنى لكم عام مليء بالحب والسلام والنجاحات على جميع الأصعدة. مني أنا الكوتش هادي بتمنى لكم عام مليء بالفشل العضلي، بالعضلات، بالأحجام العضلية والبطولات والنجاحات العالمية. كابتن عم بتمرن اسبوع وارتاح اسبوع، كيف العب؟ مما لا شك فيه اصدقائي انه نحن دائما بنحاول نختار الاوقات المناسبة اللي بتناسبنا لتمرين. فكيف بدنا نوزع تمريننا في حال كانت ظروفنا بتخليني العب اسبوع اون واسبوع اوف؟ فحتى لو عم نلعب اسبوع ونقطع اسبوع، انا جدا سعيد انه نحن رغم هي الظروف المحيطة فينا وما قطعنا التمرين. فنحن في عنا طريقتين لحتى نوزع الجدول التمريني تبعنا. الطريقة الأولى هي بوش بول ليجز، بحيث أني أقسم تمريني على 3 أيام. التمرين الأول لعضلات البوش، التمرين الثاني اليوم الثاني لعضلات البول، واليوم الثالث لعضلات الرجلين. اليوم الرابع بيجي بالأسبوع هو راحة، تمام؟ لحتى أني آخذ الاستشفاء العضلي. بعدين بيجي اليوم الخامس والسادس والسابع من الأسبوع الأول، برجع بعيد فيهم بوش بول ليجز. فاليوم يلي بلعب فيه بوش يلي هنن عضلات الدفع. البوش مثل الصدر، مثل التراي حيكونوا عندي. يوم البول رح يكون عندي مثلا ظهر وبايسبس. أما الكتاف أعزائي فهي العضلة الوحيدة اللي بتنقسم لقسمين، فيها بوش وفيها بول، مثل دامبل بريس أو بار بريس. هذا يعتبر من تمارين البوش فبدخله بيوم البوش. أما تمرين السحب بالكابل فهذا يعتبر تمارين بول، فهذا بنحطه بأيام البول. فلما أقسم ووزع تماريني وعضلاتي بهالأسلوب هذا فرح يكونوا أيام قاسية بالتمرين. فالأسبوع يلي بعده يلي هو أنت عم تاخده أوف بسبب ظروف المحيطة فيك، بسبب ظروف شغلك، فرح تحس فعلا أنه أنت بحاجة هي الراحة لعضلاتك كرمال الريكفري. فما عنا مشكلة أبدا أنك تاخد أسبوع كامل بريك كرمال الاستشفاء. مثل ما قلت لكم غالبا اللي عم يتمرن بهي الطريقة هو حدا ماله بروفيشنال، ما عنده بطولة ولا أي تجهيز ليطلع على ستيج، لأن الأشخاص البروفيشنال هن بيكونوا شبه متفرغين لرياضتنا. أما هذا الشخص اللي عم يلعب أسبوع أون وأسبوع أوف فأكيد بيكون عنده شغله الخاص اللي مخليه بسبب وقته يقسم التمرين هيك. فأنا بحييه وبقول له أبدا لا تقطع تمرينك رغم كل شيء. أما تاني طريقة أصدقائي فهي أني أقسم برنامجي برضو على 3 أيام، ولكن كيف؟ مثلا صدر باي وتراي باليوم الأول، اليوم اللي بعده هو ظهر وكتاف، اليوم الثالث أرجل. برضو برجع اليوم الرابع باخد فيه بريك، برجع اليوم الخامس السادس السابع بعيد صدر وباي وتراي ظهر وكتاف، واليوم يلي بعده الأخير هو بيكون الرجلين. فبتكون بأسبوع واحد ضغطت كل عضلاتك ولعبتهم مرتين. بس أكيد ما في عنا مشكلة لأن الأسبوع يلي بعده كله عم بيكون راحة من التمرين. ولكن نصيحتي لإلك اللي بدي إقلك إياها، ما تخلي تمرينك يكون صباحا كتير بكير. ليش؟ لأن أقلها بدي إياك تكون آكل وجبة لحتى تستمد طاقتك منها. ولا تلعبوا آخر الليل، لأن بسبب شغلك المجهد رح تكون آخر الليل متعب ومنهك وما حتكون الباور عالية. فخليلي تمرينك الظهر أو العصريات تقريبا. هاد كان كل شيء لليوم أصدقائي. استنوني الأسبوع القادم بحلقة جديدة ومعلومة جديدة. الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم هي حساباتي على السوشيال ميديا. كنت معكم أنا الكوتش هادي.